السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غندير معكم واحد الجولة في إيميلي بحول الله. نروح ديال مراكش كاينة واحد المنطقة تيقولها إيميلي، جيت سيتي فاطمة بحال المهم مولاي إبراهيم دوك الجبال كاملين تما فين كاينة. كنتمنى تعجبكم هذه الجولة ديالي إن شاء الله بحول الله، تستافدوا منها. فيها الثلج، طبيعة، فيها كل ما كتحتاج للنفس للراحة بطبيعة الحال. فيها هي الجبل بطبيعة الحال، الناس ديالها ظراف اللهم هضر. ايوا كنتمنى ان شاء الله يكون كلشي يدوز كلشي بخير وعلى خير. بطبيعة الحال السياحة المغربية كاينة موجودة هنا. كنشارك معكم هاد اللحظات هادو في الطريق، هي الطريق شوية صعيبة، فالإنسان تيكون تيدير أطونسيون دائما ملي تيكون غادي في الطريق، لأن الطريق شوية واعرة وما يكسويش فيها الواحد بزاف، يعني ما يجريش، لأن ما كتعرفيش واش الطوموبيل حدا أخرى تكون طالعة ودايرة مدوبلة ولا شي حاجة. هذه الطريق فيها غير دائما فيها خط، هذا خط أبيض، يعني ممنوع الدوبلاج. داكشي علاش كيعطيوك هانتوما شوفوا شحال ديال الفيراجات. الطريق خصكم دائما تركزوا. المهم ان شاء الله نتمنى يعجبكم الجوله ديالي اللي هي خفيفه وظريفه. واللي اول مره كيشوف القناه تنقول ليه مرحبا بك عندي في قناتي، فعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد. ما تنساش تخلي لي واحد التعليق واحد اللايك، فضلا ماشي امر من طبيعه الحال. نتمنى تكون هذه الجوله تعجبك. وهاد المناطق هادو راه كيمشيو ليهم الناس بزاف، خصوصا الرحلات، العائلات كيدوزو الويكاند. المهم كلشي موجود الحمد لله. فيها السكر من طبيعة الحال، الناس اللي كيبيعوا كل واحد اش كيبيع، كل واحد سبحان الله العظيم. الطرف ديال الخبز ديالو كاين بحال دابا هاد الاشجار هادو، كاين ديال التفاح، معروف هاد المنطقة بالتفاح والكركاع. ودابا هاد العام ما شاء الله كاين الشتيوه، كاين الثلج، يعني الخير الحمد لله جاي لقدام. راكم كتعرفوا واحد 5 سنين هادي بلادنا شافت واحد الفترة ديال الجفاف. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون هاد الشتاء على قد النفع يا سيدي ربي. وملي كتكون الشتاء وكيكون الثلج كيكون الخير الحمد لله، كيتنقصوا الامراض. وفي نفس الوقت كنستافدوا من الفرشه المائيه، كنستافدوا من الفلاحه، كنستافدوا من الخضر كتكون شي ناقصه في الثمن، يعني بحال هكا باش الشتاء كتجي مع الخير. هانتوما المنطقه زعما صراحه فيها غير الثلج اللي فيها الماء، بحال الشلالات. بحال انا غنشارك معكم واحد البلاصه فيها الشلال ما شاء الله، كاع الماء اللي كيدوب ديال الثلج كاع اللي كيدوز في داك الشلال. شوفوا دابا حنا الله البدايه ديال الثلج الحمد لله، والناس راه كيجيو كيشوفوا كيتمنظروا. وهاد البلايص هادو ضروري الواحد يمشي يبقى يزورهم، لان ضروري بلادك تساري بلادك هي الاولى، عاد نشوفوا بلايص اخرين. ما شاء الله طبيعه زوينه. هاد الشجر هذا ديال اللوز، الثلجات سبحان الله. البلاصه اللي كتكون فيها الثلج ما تتكونش بارده بزاف بحال المنطقه الاخرى اللي تتكون مجاوره ما فيهاش الثلج. هذاك البرد كلشي كيمشي لدوك المناطق الاخرين، من البلاصه اللي هو كيطيح فيها الثلج بالضبط ما تيكونش بزاف فيها البرد. يلا جوله ان شاء الله ممتعه، ان شاء الله دوزوا معكم الفيديو بخير وعلى خير. انا غنمشي معكم لواحد المكان اخر
حتى هو في نفس المكان ديال سيتي فاطمة. هنا غتشوفوا بأنه الشتا اللي داز كلشي داز الحمد لله. الأرض سقات مزيان، شربت الأرض مزيان الماء، شوفوا الشجاري الحمد لله. هانتوما نصور معكم بعض اللقطات من داخل ديال الكار. هانتوما بحال هكا شوفوا الأرض تبارك الله شربات الماء. الحمد لله. هذا هو أحسن حاجة، هو أنه تكون عندنا نعمة الشتاء، ودائما الحمد لله وشكروه وقولوا يا ربي تعطي علينا على قد ما فيه يا سيدي ربي. غنديكم دابا تشوفوا الثلج بلا صفراء. هنا وانتوما الثلج شفتوه بكمية كتيرة. هنا هادشي كلشي غير في الطريق، هنا كامل غير في الطريق. تبارك الله. غير ديك البيوضية راه كتخليك كتنساي كتنساي الجهة اخرى. ايوا جولة ممتعة ان شاء الله. هذا الطقس من إيميليل نواحي مراكش، ثلوج، برد قارس، ولكن الجو رائع جدا. سير يلا جري إذا قبل ما يجي شي واحد عاوتاني سير. يلاه جيب الجامع من وراكم والمنظر كيف داير.